اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. النهارده هتكلم عن فرصة ابتكارية. انا ان شاء الله هحاول كل ما الاقي حاجة مفيدة او حاجة فيها فرصة نقدر نبتكر فيها او نشتغل عليها، ان شاء الله هشيرها لكم على طول واعمل لكم بيها فيديو علشان اديك تحفيز واديك فرص ان شاء الله تفكر فيها وتبتكر فيها. طيب، عندنا فرصتين، في منهم حاجة انا بشتغل عليها وحاجة ممكن اشتغل عليها. فانا هديكم اول حاجة المحلية في مصر. كويس. طبعا احنا في معانا مصريين وغير مصريين، وعادي انت ممكن الفكره دي تستفيد منها تجاريا، ان انت مصري او عربي. في النهايه انت هتستفيد بما ان انت ابتكرت حاجه جديده او حاجه ليها طلب، فهتستفيد من النقطه دي. طبعا احنا يمكن انت لو ما تعرفش، احنا في مصر عندنا بيقطعوا النور علينا حوالي ساعه. كويس. انا بالنسبه لي، عشان انا الحمد لله يعني ايه، مرتب وقتي، يعني قدر الامكان، يعني مرتبه قوي بالساعه. يعني انا وقتي عارف الساعه دي فيها كذا، الساعه الثانيه فيها كذا، الساعه الثالثه فيها كذا. وقتي منظم كويس. وبتحرك برضو في مشاوير، في اماكن بروحها، يعني ماشي في خطط كده ومنظم حياتي كويس. قطع النور ده بالنسبه لي ازمه كبيره، ازمه كبيره جدا. يعني عارف، يعني لو انا عندي القدره اللي انا عندي استعداد اروح اركب الطياره مثلا واروح بلد تانية ما فيهاش النور بيقطع، ما عنديش مشكله. بس موضوع النور اللي بيقطع دي بالنسبه لي مشكله، لان ببقى ماشي بخطط وكده فبيحصل معايا دروب. طبعا ما احنا كمان داخلين على الصيف ففي حر، ف يعني انا شايف ان احنا كمان هيبقى في مشاكل. الازمه هتخلص امتى انا ما اعرفش. كويس. لكن حتى كنت بتكلم مع مهندس كده، بكلمه عايز اعمل مشروع للموضوع ده. فقال لي طب افرض النور رجع تاني. قلت له والله يبقى احنا وفرنا في الكهرباء، ما اعتقد هي مش هتضر حد، وبالعكس انا عندي حاجه سيفتي ونظيفه وامان، اكيد هتبقى حاجه كويسه. اللي بتكلم فيه اللي احنا دلوقتي انا عايز اعمل جهاز وبشتغل عليه فعلا. حاجه بسيطه ممكن يبقى موجود، بس احنا بنعمل حاجه قدر الامكان تكون سعرها كويس، مناسبه لينا، عمليه. تمام. احاول اعمل جهاز صغير كده اقدر اشيله معايا في الشنطه اتحرك بيه عادي. الجهاز ده بيقبل اللي انا رايح احط فيه فيشه، يعني يطلع 220 فولت. بياخد بطاريات. تمام. لسه هعمل تجارب ان انا ازاي اخليه مثلا يقعد ساعه، ساعتين، ثلاثه، اربعه كمان. انا الموضوع مش عايزه ساعه بس، لان الكفاءه بعد كده بتقل فالساعه دي هتقل معايا. لكن انا عايزه يقعد معايا ممكن 4 ساعات، 5 ساعات كمان. تمام. اقدر انا استعمله ويبقى بالنسبه لي يعني مجدي كويس. قدر الامكان هقعد اصغر في حجمه قدر الامكان، يعني على قدر المستطاع يعني. تمام. هتلاقي في انفرتر، في حاجات موجوده وفي حاجات بتعمل، بس هتلاقيها كبيره وغاليه برضه. كويس. انا عايز اعمل فكره بسيطه تنفع معايا، اخده استعمله مثلا اشغل عليه مروحه في الصيف. لو احنا الموضوع كامل معانا ممكن قدرنا نطوره ونوصله اللي هو شغاليه تكييف، يا سلام ممتاز جدا. وهكذا بحل مشكله وازمه احنا عايشين فيها. انا على الاقل دلوقتي مش فارق معايا بقى انا اعمله وابيعه والكلام ده، انا بعمل عشان احل مشكلتي، عشان انا زي ما انا ماشي في حياتي منظم، كل الامور الحمد لله يعني ماشيه، ويا دوبك الوقت مكفي بالعافيه. لما كمان يستقطع مني ساعه مثلا، واوقات انا بتحرك في اماكن، انا بروح اماكن ممكن يقطع عندي هنا في يعني انا مثلا هنا في سموحه ساعه، في البيت ساعه، في محطه الرمل مثلا بروح ساعه. طب ما انا كل مكان بروحه انا كده بيضيع من حياتي 3 ساعات. انا شايف كده انا بتاخر. كويس. اكيد ممكن اللاب يكمل معايا، ولكن انا عايز، لا انا عايز ابقى استفيد ان انا يبقى عندي اضاءه كويسه تشغلني، اقدر مثلا اشغل بعد كده مثلا راوتر، اشغل حاجه. بس لا، انا بفكر في اكتر من كده. ليه ما شغلتش مثلا مروحه؟ ليه ما اقدرش ان انا اعمل حاجه برضو تشغل لي حاجات اكتر؟ ممكن اشغل تلفزيون وهكذا. يعني انا عايز افكر ان انا استفيد قدر الامكان. لو جبت نص الكلام ده كويس، والتكلفه برضو تكون ايه مناسبه. تمام. دي بالنسبه للنقطه الاولى، وهي مشكله احنا عايشين فيها. وشايف ان افضل حاجه لو عملت الفكره دي واستفدت بيها انت بنفسك، انت هتستفيد. يعني انت لو حليت المشكله دي لنفسك انت هتستفيد. احنا داخلين على الحرب ملهاش حل، هتعمل ايه يعني؟ يعني ساعه ساعه تقطع في حر، والحر اعتقد السنه دي هيكون صعب. هتعمل ايه؟ مفيش حل. يعني انا مش شايف مفيش. هتمسك مروحه تعمل كده بايدك؟ او المراوح الصغيره مش مجديه. فدي مشكله قايمه لو حليناها، يعني حتى لنفسك كمخترع، بينك وبين اسرتك انت حليت لهم مشكله وازمه حقيقيه.
يعني انا عايز اقول لك معلش، انت ساعتها هيكون لك تقدير كويس. انا بحكي لحد صديق بقول له انا بشتغل على كذا، قال لي انا عايز واحد. حد تاني بقول له انا عايز يعني بدات انا في ناس عايز اديهم الاجهزه دي عشان انا فعلا حاسس ان هم هيتازموا بسبب الحر. كويس. فربنا يسهل، انا بشتغل على ده حاجه لنفسي، ده اللي انا بعمله دلوقتي الايام دي يعني. كويس. طيب دي النقطه الاولى، وده المحلي ده لينا، دي مشكله عندنا. طبعا شفتوا كمان اللي هي الازمه بتاعه الامطار مثلا، الناس يعني اللي في الامارات وحصل في سلطنه عمان، سلطنه عمان حصل فيها من السنه اللي فاتت برضه. يعني ما اعرفش سبحان الله، يعني طبعا الزمن شويه الطقس بيتغير، فحصل لهم مشكله الفيضانات دي السنه اللي فاتت، والسنه دي حصل برضه سلطنه عمان تاني. الامارات بدا يحصل لها السنه دي بشكل رهيب، بيقولوا ما حصلش. طبعا ما حصلش، واحنا عارفين عمره ما حصل عندهم بالكميه الرهيبه من الميه. ساعات المملكه العربيه السعوديه بيحصل فيها مشكله الميه دي برضه، مشكله ممكن نفكر لها في حلول. يعني انا يعني الموضوع ده مهم، بيبقى ازمه وبيأذي ناس، بيضر ناس، بيضر مباني. انا شفت مثلا لقطات، يعني شفت مثلا حد بيتش باجي مركب له عجل كبير جدا ماشي بيه. فكره كويسه، ليه لا ما يبقاش في يعني حتى في كل منطقه بيتش باجي زي كده، واحد لو حصل حاجه يسحب العربيات مثلا، لان بتبقى ازمه ما شاء الله. شفت مثلا الفكره دي عجبتني، او واحد ماشي بيه ما اعرفش هو شاريه ولا معدله، بس فكره مش وحشه. مثلا المراكب ساعات بيستخدموا المراكب، ليه لا؟ بس اهم حاجه تقدر تنقذ بيها روح او تقدر تعمل بيها حاجه. كويس. شفت مثلا حد محل حاطط الفوم. يعني انا بقول لكم الافكار دي شفتها كلقطات كده، بس عجبني الفكر. الفوم اللي هو السبراي ده، لقيت واحد حاطط على المحل بتاعه فوم سبراي، فمنع الميه، فالميه عاليه بره بس ما دخلتش جوه. برضه افكار، اهي كلها افكار بتساعد وبتحل مشكله وازمه. فممكن برضه تبداوا تفكروا فيها. يعني انا شايف دلوقتي احنا داخلين في فرص، وممكن التفكير ده ان شاء الله اكيد هينفع، وهتلاقي الدول هتتقبل. يعني احنا الازمات اللي حصلت في الامارات دي، هم شوفوا التامين. انا سمعت عمالين يقولوا العربيات تصورها ومش عارف ايه، والتامين، التامين هيدفع قد ايه؟ ده التامين لو لقى حل هيدفع فيه عشان يقلل من المصاريف اللي هو صرفها. مشاكل العربيات اللي هي بتغرق في الميه، اللي هو اللي هي محلات العربيات. اصلا شفت محل العربيات فيه عربيات فراري كتير كلها غرقانه ميه. مشاكل ممكن نفكر لها ونفكر في حلول وابتكارات نقدر تساعد. وبالذات احنا على الاقل حتى في الوطن العربي احنا ازمات دي محتاجين لها حلول، وبالعكس هتقدر وهتلاقي فعلا اللي هو يستفيد منها. ودي طبعا تكون يعني رساله اللي احنا لينا اهميه، احنا مخترعين بنحل مشاكل فعلا، مش الافكار على طول كل ترفيهيه. كل الافكار تقدر، لكن فكره بتحل ازمه طبعا بيكون حاجه ممتازه. اخر حاجه والفكره بقى هي دي الدوليه، عربيه تسلا. عربيه تسلا، بص انا مش محتاج اقول لك السر، بس انا لما اقول لك انا قصدي ايه انت هتعرف على طول انا قصدي ايه. لما اقول لك عربيه تسلا القبيحه اللي شكلها وحش، اللي شبه صندوق الزباله، انا اسف يعني. كويس. هتعرف، انا متاكد جت في دماغك، انت عرفت انا بتكلم على ايه. مش محتاج اقول لك اي حاجه، انا اقول لك بس كده انت على طول هتعرف انا بقول ايه. كويس. طيب هم، هل هم قاصدينها ولا هي جت صدفه؟ لا، هم قاصدينها. فكره هو عارف هو بيعمل ايه، هو مش عمل الشكل الوحش ده علشان يعني هو عنده مشكله في التصميم. اصل هو ما عندوش مصممين كويسين، اصل هي فكره اللي هو ايلون ماسك يعني مبدع زياده فعمل حاجه شكلها وحش. لا، هي الفكره ليها مثيل شويه. يعني خلينا نتكلم عن مثلا على ابل، هننقل على النضاره بتاعت ابل. كويس. من كلامهم على النضاره قال لك لا، النضاره هو مش هدفه ينتج، هو هدفه يعمل تكنولوجيا جديده يتبنى عليها حاجات تانية. كويس. فهو ساعه ما عمل النضاره دي قال لك طبعا هي تقيله، مش برضه لسه هتشتغل، المفروض هتتربط مع بتاع ده مع فيسبوك على موضوع اسمه ايه، نسيته، اللي هو العالم الافتراضي والكلام ده. كويس. ميتافيرس. كويس. المهم هي تكنولوجيا تتبنى على تكنولوجيا، فهو عمله مش هينفع انا اعمل لك اخر حاجه. يعني ما ينفعش انا اعمل لك مثلا موبايل تاتش في مرحله انت اصلا ما عندكش موبايلات، وكان لسه الناس بتستخدم تليفونات قرص مثلا. بقول لك بص،
ده موبايل تاتش هتقول لي تاتش ايه اللي انت بتعمله ده؟ كويس. لكن لما الاول اديك موبايل بزراير، فانا اهلت دماغك واهلت احساسك اللي انت هتستعمل حاجه قريبه اللي انت بتعملها، فتاخد خطوه معايا، يعني تبدا تتحسن وتطور نفسك معايا وتقول انا اقدر استعمله، بس مش بصعب عليك الامور واقول لك خد موبايل تاتش على طول. كويس. فبالتالي نظاره ابل كانت، وهم اللي قالوا كده، والكلام تدوروا عليه هتلاقوه واضح، احنا دي معموله مش بهدف اللي احنا نبيعها كانتاج وكده، لا احنا عايزين الناس المطورين والمبرمجين والمفكرين يبدعوا. هو عمل ايه كده؟ هو وفر ثمن اللي يجيب فريق من 100 واحد، لا ده ال 100 دول اكيد في اكتر منهم بيفهموا اكتر منهم وفي دول مختلفه، لا هو كده يمكن نقول ببلاش فتح الموضوع وعمل الكاميرات دي، وزعها على مستوى العالم. يلا اشتري، اللي عايز يشتري ويدفع مبلغ كبير هيشتري. هو دفع مبلغ كبير، طب هي مش شغاله معاه كويس، هيبدا يفكر ويبدع فيها وهيطور فيها، وبالتالي صاحب الكاميرا هيوصله للتعديلات والتطويرات ده ويستفيد كتطوير كانه ببلاش. كويس. وهياخد من مثلا من 1000 واحد ولا 2000 ولا 5000 واحد، هياخد منهم رايهم وفكرهم، ممكن نقول ببساطه كده، واكيد هيشتري من بعض، بس هياخد ببساطه وبافضل حاجه. فبالتالي اللي انا شايفه اللي هو العربيه دي اتعملت نفس النظام، هو عايز يعمل احسن حاجه. نعمل احسن حاجه ازاي؟ نجيب احسن مطورين، احسن مصممين؟ لا، احنا خلينا نحطها للناس ونشوف الناس هتقول ايه. هنشوف مثلا احنا دلوقتي عايزين نعملها الفئه مثلا يعني المهمه، او الفئه الدبلوماسيه، او فئه كذا. طيب اعملها وبشكلها الوحش ده وخليهم هم يستعملوها، ادالهم على الاقل احساس بالقوه، احساس بالثبات، احساس مش عارف بالعظمه، حاجه عربيه كبيره ضخمه. كويس. طب شكلها، لا قول انت، كانه بيقول لك قول انت بقى شكلها ايه. كل واحد بقى يقعد ايه يالف، الناس بقى تقعد تعدل عليها، ناس تقعد تفتكس عليها افكار وابتكارات والكلام ده، وفي النهايه هو هينزل بموديل يتناسب مع 1000 او 2000 او 5000 عميل عنده بشكل فعلا هم يشوفوا يقولوا ايوه الشكل ده عاجبنا. شوف هو عمل ايه، اخد من الناس معلومات وبعد كده ايه طلع لهم الانتاج. كويس. يعني هو خد منهم وبعد كده ادالهم تاني حاجه ترضيهم. ذكاء في التعامل. فانا من يومين كده بدور على العربيه دي، فقلت طب قعدت اتفرج عليها، قلت طب ليه احنا ما نبداش نفكر في افكار للعربيه دي، بما ان هو نظرته اللي هو يعمل حاجه وينزلها السوق كده يرجع هياخدها. انا متاكد عادي ما عندوش مشكله هو يطلبها تاني، او يبدا يقول لك خلاص احنا عندنا تعديلات تاني للشاسيه، او عندنا تطوير تاني. انا متاكد ان العربيه اللي هتنزل اللي جايه بتاعت تسلا هتشوفه هتلاقي شكلها خرافي. يعني الناس اكيد الناس بتحب العربيات عاليه، لا بتحب العربيات واطيه، انا عايزه زي الفراري، لا عايزه زي الشروكي. هو عمل عربيه وسط شكلها غريب الاطوار. كويس. ومساحتها كبيره تحس بالعظمه فيها، وقال لك يلا خد جرب وخلينا نشوف انت هتقول لنا ايه. فانا متاكد ان النوع اللي هيجي هيكون فيه تطور رهيب، يعني مش مجرد عربيه، لا هيكون فيها اوبشنات. وهي العربيه انا شايف ان هي ما فيهاش اوبشنات قوي، هي مجرد عربيه. كويس. ما فيهاش يعني تكنولوجيا لسه جديده قوي، يعني هو مش حاطط فيها كل حاجه، مش عامل فيها يعني حاجات وهميه. لا انا متاكد هو برضو عنده حاجات، قال لك لا خلاص احنا لما نبدا ننزل الحاجات الوهميه دي مع التطور والشكل اللي هيتناسب مع كل العملاء اللي عجبتهم الفكره بتاعتي. كويس. ففرصه احنا ممكن ندرس العربيه. انا كنت بدور عليها، بدور على الشاسيهات والتكنولوجيا بتاعتها ايه، الميكانيكا بتاعتها ايه، نظام التعليق بتاعها ايه. ممكن تبدا تدور وتفكر انت ممكن تعمل فيها ايه، ممكن تضيف فيها ايه. والله تبدا تفكر في الابتكار ده وتشتغل عليها وهتلاقي فرصه. انا متاكد انت هتلاقي فرصه. يعني كده كده هم عندهم استعداد انهم ياخدوا تطوير. انا شايف كده، يعني مهما كان لو تطوير مهم واختراع مهم ومتناسب مع العربيه الكهربيه من شركه تسلا، انا متاكد هتلاقي فرصه كويسه، لان هم بيدوروا كل شويه على جديد. طبعا العربيات تسلا بشكل عام ممتازه، لكن فيها بعض العيوب برضو محتاجه تعديل. لكن تفكيرك ودراستك للموضوع ده هتلاقي حلول. اخر حاجه هنهي بيها، انا كنت زمان اول ما الايفون نزل كنت بلاقي اللي هم بينزلوا تصميم الايفون بالكامل خارجي، يعني للجسم بالمقاسات بالظبط قبل ما ينزلوا المنتج. برضو لو تبحثوا الموضوع ده هتلاقوا الكلام ده صحيح. قبل ما ينزل المنتج بيديك مقاسات الايه
الموبايل وابعاده ووزنه وكل حاجه. فانا كنت ايه اقول يعني ده بينزل قبل ما التليفون ينزل مش عارف باربع خمس شهور. فبعد كده بحثت طب ليه هم مثلا مشيرين على طول ايه ده الصوره للايفون بعد كده لما هينزل. طب ليه ده كده؟ قال لك لا، علشان اللي عايزين يعملوا جرابات، عايزين يعملوا حاجات عليه تركب عليه والكلام ده، يبقى عندهم مقاسات يشتغلوا عليه. فتخيل فعلا الموبايل ينزل تلاقي له 100 اوبشن على 100 حاجه. ده بيخلي الحاجه شكلها حلو متطوره. انا اسف، هلغي، قصدي هنهي بقصه عربيه. في عربيه مش هقول اسمها قوي، في عربيه انا اسف فاشله. انا شفتها وركبتها كويس، والمفروض هي دفع رباعي، المفروض هي بتأدي خدمه الدفع الرباعي، بس كان هي ضايعه يعني بصراحه، يعني غلبانه جدا كويس. المهم العربيه دي وصلت انها بتتباع بعد سنه من انتاجها وسعرها نزلت نص ثمنها. طبعا انا لما انا واحد قال لي اشتري واحده والكلام ده، دي دي نزلت يعني نص ثمنها. كنت عايز اقول له مش حاجه ايجابيه، دي حاجه باينه ان هي بايظه. انا عارف، انا كنت حاسس هي بايظه لان انا ركبتها، وكان في موقف مع واحد صديقي كده وهي فشلت ان هي يعني تجتاز الرمله، ويعني ضايعه جدا كويس. المهم العربيه دي دلوقتي حصل لها تطور من الاوبشنات، بقى يحط لها ادوات وعده ورفع وكريك، بقى شكلها جميل جدا بصراحة. اتحولت من حاجة لحاجة. هي ما زالت هي ما هي بنفس الموتور الضعيف، هي ضعيف بأمانة، بس هي بشكل عام تمشي بيها في الشارع مع الأوبشنات اللي اتحطت فيها. والله دلوقتي وصلت ثمنها قد الثمن اللي أنا كنت بقوله ده مثلا 7 مرات، يعني اضرب في 7 مرات. شوف سعرها زاد ازاي بالاوبشن وال وال والافكار بتاعت الناس قاعده تحط لها رفارف جديده، اشكال جديده، تعليها تحط لها مش عارف حاجه كبير جدا، تعليها لفوق تحط لها حديد. الابتكارات والافكار دي من اماكن صغيره ومن جراجات صغيره ومن ورش صغيره بداوا يحطوا افكار على كماليات العربيه، غيروا من شكل العربيه، ادوا العربيه قيمه وبقى ليها سعر. فده اللي انا بتكلم فيه، اللي ممكن اضافتك لحاجه بسيطه وحتى ولو كانت اوبشن، حتى لو مش هتتباع مع العربيه، ككماليات للعربيه برضو ممتاز. انا بقول يعني كمثال ده برضو مش وحش، لان احنا ممكن نستفيد من عمل كماليات حتى للعربيه. بس اقصد الكماليات دي علت من شكل العربيه ومن قيمه العربيه. والله هي ما تستاهل، لكن اتحولت من حاجه لحاجه. اتمنى تهتموا بالحاجات الجديده والحاجات اللي يكون فيها فرص، وادرسها كويس وشوف ربما تقدر تبتكر وتعمل فيها حاجة جديدة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.